بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم اخوان. اليوم عندنا موضوع مهم، وكثير من الأسئلة تجي من الإخوان، ونفس الأسئلة هي مكررة، وأنا منزل بها عدة أفلام بس الإخوان ما يراجعوهن للأسف. من الأسئلة يقولون إحنا عندنا طيور تبيض بالأرض، منهم يقول يبيضن وما ينامن عليها، ومنهم يقول يكسرنهن. طبعا الطيور ما يكسرون بيضهم، مستحيل يكسرون بيضهم. قول توقع بالأرض وتنكسر عندهم نقص كالسيوم، وهذا صوتكم ما مغذيهم بصورة صحيحة، ما مطيهم المواد الكلسية في سبيل يتغذون ويستفيدون منها، فمن تنكسر بيضة يأكلونها. سؤال مهم همينة، يقولون صار لهم شهر خالي لهم موفر لهم كل شيء، بس هم ولا كأنما ولا يلمون عيش ولا هذا. هسه نجي نجاوبكم على وحدة. بالنسبة لهذه الشغلة اللي ما يلمون عيش وصار لهم شهر، اكو قصور، وهو القصور يعني المفروض تعطوهم شغلات تحفيز. اذا حابسهم قفص المفروض اطلعهم بالغرفة في سبيل ان يفرفشوا ويتنشطوا ويثير عندهم الغريزة زين، وبنفس الوقت اجيهم واناولهم الخيوط اذا كانوا اليفين، اعطيهم الخيوط بديه وفي سبيل يصير عندهم حافز ياخذون الخيط. وهذه القفه مكانها يكون في مكان قريب السقف، يعني فوق مستوى نصف القفص، يعني في سبيل ياخذون راحتهم. والشغله الثانيه، خلي قفتين، مجرد ان يختارون مكان ارفع القفه الثانيه. المفروض الأنثى من أشوفها تبيض بالأرض، ثاني يوم قلت لكم سووا لكم بيضة اصطناعية وتخلوها بالقفة في سبيل تحافظون على البيضتين البقت أو البيضة البقت عندها. دائما الطيور بالبداية تبيض بيضتين أو ثلاثة، النشطة وتغذيتها صحيحة تبيض ثلاثة زين. يعني المهم تختاروا لهم موقع للقفة مناسب. الأمان هذه ما طول دب بيضها بالأرض وهي بانية عيش، معناتها الأنثى خايفة يا إما من حركة الأطفال ومن حركتنا من ترددنا عليهم، أو هم وحشيين المفروض ما نتقرب لهم. وإذا كانوا أليفين القطط أبو بريص هذا كله المفروض أنتوا تراقبونهم وتشوفون سبب خوفهم وليش. يعني احنا قبل هم كنا ما نعرف، بس اكتشفنا هاي الأمور مرور الزمن. شوفوا اخوان هذا القفص الصغير، هذا 60 في 50 وشوفوا هذا الانثى نايمه ومبيضه. بس هذه انا كنت اقول لكم سووا هيك قفص، بس بعد ما اقول لكم يعني انتم ما طول بدايتكم تصير صعبه، فكل ما تكبرون القفص افضل. اما اني لان على كثره البلابل اللي عندي ومأمنين وموفر لهم كل شيء، وطبعا انا مو اليوم البارحه، هاي سنين 56 سنة أنا عمري ومخلصة ويا البلابل، يعني أقدر أخليه بقفص صغير. شلون هذا قفص الخشب الصغير مال الأرض أقدر أخليهم يبيضون، يعني على الكثرة والأمان واللي وأعرف طريقتهم يصير عندي بلابل كأنما دجاج. أما أنتوا أي مبتدئ طبعا يتعذب ويتأذى، فأنتوا حاولوا أن تكتشفوا السبب، يا أما الخوف وأما يخاف من شيء يعني قلنا، او تواجد القطاط البريس، او عندكم قصور في مكان القفف، وخلوهم يحسون بالامان، وذاك الوقت ان شاء الله توفقون. ومجرد ان تبيض الانثى وتنام، مرت الثانيه والثالثه والرابعه تصير سهله الامور عندكم وتصبحون من الجنايه. اي والله، ونتمنى لكم التوفيق اخوان، ولا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس. مع تحياتي، في أمان الله وحفظه.